كتبدا الحلقة ديالنا مع هويسو اللي غادي نشوفوها مشات باش دير تقرير طبي وديه للبوليس، ولكن اخت راجلها كانت ضابطة تما، يعني خافت حتى حد ما يتيق باللي رجل اعمال بحالو كيعنفها ومشات بحال. مورا ما ركب كاميرات المراقبة باش يبقى حاضيها، غنشوفو في النهار اللي من موراه مشاو بجوج باش يحضروا واحد الندوة ديال ماما كانت كتهضر فيها على تعنيف النساء. في هذيك الندوة كانت كتقول ان اي امرأة كتعرض للعنف خاصها تطلب المساعدة، وهذا الشيء كامل وهويسو كتسمع وساكته، حيت الا دوات حنا كاملين عارفين شنو غادي يوقع ليها. وهنا غادي نفهموا بلي هو فاش كان صغير كان كيشوف باباه كيضرب ماماه ديما، داكشي علاش خرج مريض نفسي بحال هكا. مورا الندوه مشاو يتعشاو مجموعين، وهنا ماماه غادي تشوف يد هويسو مضروبه وغتسولها، ولكن هويسو غادي تقول ليها بلي طاحت في الدروج. هنا غتجي اخت راجلها وغتقول ليها سلام هويسو كي بقيتي ما شفتكش من اخر مره. وهنا راجلها غادي يخاف وغيقول في خاطرو كيفاش واش هادو كيتلاقاو مورا ظهري. بمجرد ما غيوصلوا للدار غيبدا كيسول فيها واش كتمشي تلاقى هي واختو مورا ظهرو. هنا هويسو قالت ليه لا هي غير سولات فيا وصافي، ولكن هو عرفها كتكذب عليه وغادي يحل الثلاجه وشير عليها بقرعه ديال الزاج. النهار اللي من موراه غادي نشوفوا باللي ما بقى حتى شي طرف صحيح في وجهها، وفي نفس النهار فين وصلها الطرد وشافتها يونسو باللي مضروبه، وغنفهموا باللي كانت رفضات تدخلها حيت ما بغاتش تشوف وجهها في ديك الحاله. وتما يونسو حاولات انها تدخل باش تواجه راجل هويسو وتعرف علاش كيعنف صاحبتها، ولكن هويسو ما خلاتهاش وقالت لها بلي كاينين كاميرات مراقبه وغيشوفهم راجلها بجوج وغيعطيها قتل العصا. داتها معها البلاصه اللي مخبيه فيها الرسومات ديالها، وهي نفس البلاصه اللي كتنعس فيها ما كيكونش راجلها. يونسو هنا تصدمات وبقات كتسولها وكتقول لها علاش مخبيه هادشي هنا وعلاش ساكته على الضرب وعلاش ما مشيتيش عند البوليس. هنا هويسو قالت لها انها دارت داكشي كامل ولكن حتى حاجه ما صدقات. في كل مره كان كيحصلها كتحاول تهرب ولا دير شي حاجه كان كيضربها اكثر من المره اللي فاتت، وقالت لها من الاحسن تمشي حيت الا شافها في كاميرات المراقبه غيضربها عاوتاني. هويسو كانت ديما كتخليه حتى كيمشي للخدمه وكتخرج كاع الطاقه السلبيه ديالها عن طريق الرسم. شحال هادي هويسو كانت كترسم رسومات زوينين عامرين بالحياه وبالالوان، ولكن دابا رسوماتها كلهم على الاكتئاب والظلم والوانهم غامقه. فواحد النهار داها لمعرض الرسم وتما عرف بلي جايها واحد الفرصه باش تسافر على برا وترسم تما ودير معرض ديالها، ولكن بدا كيضرب فيها عاوتاني وقال لها من اليوم ممنوع عليها الرسم. وهذا الشيء اللي خلاها تخبي ادوات الرسم ديالها والرسومات ديالها كاملين في ديك البلاصه المعزوله من الدار. نهار اللي موراه مشاو للمعرض ديال المديره ديالو وهويسو شربات وما عقلتش على راسها حتى مشات عند المديره ديالو وبدات كتقول ليها واش من نيت كتقولي على هاد الرسومات ديالك فن، هادشي غير تخربيق وريني فين هو الفن. هنا جا راجلها كيحاول يديها ولكن هي ما بغاتش وبقات مكمله حتى صرفقاتها المديره. جرها راجلها باش يديها ولكن هي عرفات وغادي يضربها على داكشي اللي دارت. بقات كتبكي وكتقول ليه انا نمشي نعتذر ليها، ولكن زلقات وطاحت على الطابله ديال المشروبات وكلشي بقى كيشوف فيهم. وبطبيعه الحال هو تعصب وما عجبوش الحال. فاش كانوا راجعين قال لها ممنوع دير حزام الامان ولا عارفه شنو غيوقع لها الا دارته. هو بالعاني ساق بواحد السرعه خياليه باش يعاقبها ويخلعها. داكشي علاش فاش رجعت للدار حاولت تنتحر وعتقاتها يونسو في داك النهار، تما فين اتفقوا يقتلوه. على غفله وهما كيتفقوا جا راجلها ويونسو تخبات في الماريو دغيا باش ما يشوفهاش. هنا هويسو بس كطلب منه السماحه باش ما يضربهاش وقالت ليه بلي مستعده تمشي غدا تطلب السماحه من المديره ديالو، ولكن هو بدا كيغوت وقال لها بلي بسببها غادي يبقاو يضحكوا عليه صحابو في الخدمه الاسابيع وشهور بسبب داكشي اللي دارت اليوم. وحتى المديره ديالو غتحيد ليه واحد الصفقه وغادي تعطيها للمنافس ديالو. مشى باش يخدم الموسيقى كيف العاده باش ما يتسمعش الصوت ديال الضرب. وهنا هويسو قالت ليونسو ما تخرجش من الماريو واخا تسمع اللي سمع. وهو كيضرب في هويسو غنشوفوا يونسو كتبكي حيت ما قادراش تخرج تعاون صاحبتها، وفي نفس الوقت كتفكر فاش كانت صغيره وكانت كتخبى هي وخوها الصغير في الماريو فاش باباها كيبغي يضرب ماماها. المهم هو عيطوا ليه صحابو من الشركه ومشى، ويونسو خرجت كتعنق بصاحبتها وكتواسيها ووعدتها انها غتهنيها من هادشي. في الليل حاولت هويسو انها تشنق راسها ولكن هو فاق وعتقها وقطع الحبل. بغى يعيط على الاسعاف ولكن تفكر باللي الجسم ديالها كله مضروب، الا مشات للسبيطار غيعرفوه كيضربها. فغيحاول انه يدير لها تنفس اصطناعي حتى فاقت وقال لها واش باغا تخرجي عليا علاش كتحاولي تنتحري. هي خلاتو كيهضر وخدات المقص اللي قطع به الحبل وحاولت تنتحر مره اخرى وقالت ليه انا ما غاديش نحبس حتى تحيد كاميرات المراقبه كاملين. وفعلا هو خاف ومشى هرس كاميرات المراقبه كاملين اللي حط ليها، ولكن هاد الخطه دارتها هويسو عن قصد باش منين تقتلو ما تكون حتى شي كاميرا المراقبه اللي تسجلها.
ديك الساعة مشات صيفطات ميساج ليونسو وقالت ليها بلي صافي هي واجدة باش ينفذوا الخطة ديالو. نهار اللي من موراه غنشوفو يونسو مشات باش تشوف جين وقالت ليه بلي نسات عنده شي حاجة، ولكن هي في الاصل ما نسات والو وكانت هذه غير صبة باش تمشي تدوي معاه. قالت ليه المرة اللي فاتت قلتي لي بلي اي مرة كيضربها راجلها خاصها تقتلو عوض ما تنتحر، ولكن كيفاش غدير هادشي بلا ما يشدوها البوليس؟ قال لها ولكن كيفاش غيشدوها البوليس الا ما لقاوش الجثة؟ وهنا يونسو فهمات انها خاصها تغبر الجثة هي وهويسو باش ما يشدوهمش البوليس. هنا جين قال لها ولكن انت علاش كتسولي؟ قالت ليه يونسو لا والو غير سولت وصافي. المهم عرض عليها جين باش ياكلوا شي حاجه بجوج، ولكن هي قالت ليه بلي عندها ما يدار ومشات. وهي خارجه لقات واحد السيد خدام عند جين كيشبه الراجل هويسو اللي شافو غيقول هو. شويه قالت لجين يلا ناكلوا بجوج، واخا هي يلا دابا شويه باش قالت ليه بلي عندها ما يدار، وهي جالسه مع جين وكتراقب داك السيد اللي كيشبه الراجل هويسو. وهنا سولات جين على هاد السيد، قال لها بلي دار فيه خير وخدمو عنده حيت هو مهاجر غير شرعي جا من الصين وبقى تما في كوريا وما عنده حتى شي حد هنايا. منين مشات جين صوراتو وداتو لهويسو، قالت له هويسو ما يمكنش كيشبه ليا بزاف، ولكن كيفاش غادي نديرو باش نقنعوه؟ يونسو قالت لها بلي غادي تتكلف بكلشي، وفعلا غادي تمشي عند السيد وغادي تعرض عليه انها تعطيه فلوس زائد جواز سفر ديال واحد السيد كيشبه ليه باش يقدر يسافر به عند عائلته وما يبقاش هنايا في كوريا، وعطاتو مهله ديال يومين باش يفكر ويرد عليها. من بعد عيط ليها وقال لها بلي موافق. فاش مشات باش تعطيه الفلوس شافهم جين بجوج واستغرب كيفاش الخدام ديالو شنو كيدير مع يونسو. خلاه حتى دخل عنده وسولو مع من كان، قال ليه مع واحد السيده من الصين كيعرفها. وهنا جين عرفوا انه كذب عليه. يونسو غتديه باش يبدل الشكل ديالو وشرت ليه حوايج جداد، وهي كتدوي معاه غادي دوز حتى راجل هويسو طونوبيل ديال البوليس وغتشوفهم. نزلات بغات تدوي معاهم، ولكن البوليس اللي كان معاها قال لها بلي باقا عندهم بزاف ديال الخدمه وخاصهم يمشيو، فقررت انها تمشي. جا النهار اللي غادي يقتلوه ومشاو باش يحفروا القبر ويوجدوا البلاصه فين غادي يخبيو الجثه، ولكن راجلها ديما كيتعقب التليفون ديالها باش يعرفها فين كتمشي وفين كتجي. غيشوفها مشات للجبل وغيعرف بلي كاينه شي حاجه كتوقع مورا ظهرو، ولكن كان عنده اجتماع مهم يعني ما قدرش يتبعها ولا يعيط ليها. مورا ما سال الاجتماع رجع كيشوف الموقع ديالها لقاها رجعت للدار وما كانش عارف ان هذه اخر ليله ليه وهو عايش. وهنا غادي يسالي ملخص الحلقه الثانيه. تسناوني في الحلقه الثالثه اللي غيبانوا فيها بزاف ديال الاحداث جداد. دعموني بلايك على هذا المجهود، والا بغيتو تشوفوني مره اخرى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلكم اي حلقه حطيتها. السلام عليكم.